استاذ احمد، انا تابعتك في اول البرنامج وشايفك زعلان. عايزك تقولي بس مبررات زعلك ايه؟ والله انا مش مبررات زعل، انا طبعا حضرتك عارف ان انا ليست لي مصلحه غير نادي الزمالك. تمام. ولا ليا مصلحه ولا اي حاجه، لكن قصتي كلها ان انا كان وجهه نظري ان كابتن ايهاب جلال لما يجي نادي الزمالك ويقعد مع المستشار مرتضى منصور يبقى هو اللي يلبي طلبات المستشار مرتضى منصور، ويجي الاستاذ الكابتن ايهاب جلال ومعاه جهاز فني من الزمالك. ده كان وجهه نظري. تمام. طيب لما جاء ايهاب جلال يجي ومرتضى منصور يفرض عليه جهاز خلاص ويفشل الكابتن ايهاب، حضرتك هتسال مين؟ ايهاب ولا مرتضى؟ مرتضى. لا اسال عايز اجابه. اسال حضرتك طبعا. طب خلاص بتحليني ايه طيب؟ يعني انت راجل. وبعدين تعالى بقى نتكلم عن ولاد النادي، ممكن بعد اذنك؟ اتفضل معنا. مين ادى فرصه لكل ولاد النادي؟ مين اللي جاب ميدو وحازم ومؤمن وحلمي وجمال عبد الحميد صلاح واشرف قاسم وسامي الشيشيني، عايز افتكر اسماء تانية، طارق يحيى وطارق يحيى مؤمن سليمان ومدحت ومؤمن، مش انا؟ ايوه خلاص. تمام. قصه ولاد النادي يعني بقت دمها تقيل. ليه بقى دمها تقيل؟ واحد زي جمال حمزه زعلان. طب ما انت يا جمال رحت الاهلي، لعبت في الاهلي، انت زعلان من ايه؟ خلاص. اتنين، انا بقول لك بكل صراحه، كل بتاعي بقى بلا استثناء كل ابناء الزمالك اللي في الفضائيات واجعين دماغنا، تاني واجعين دماغنا، تالت واجعين دماغنا. ايوه. لما بيجي ماتش الاهلي بيقول لك لا يا مامي انا مش هحلل ماتش الاهلي يا مامي، اصل الماتش ده بتاع اسرائيل. لا طبعا بيحلل ويطلع الاهلي في السماء، ولما الاهلي بيحصل له كبه بيقول لك كبه وبتعدي. الزمالك بقى يتعادل؟ ايه القرف ده؟ ايه الفريق المنهار ده؟ ايه رئيس النادي ده؟ دول هدين حل يا راجل. ثالث، هو حلمي طولان هذا المدرب المحترم لما كان بيدرب الزمالك مين حارب؟ ولاد الزمالك. محمد حلمي ولاد الزمالك، طارق يحيى ولاد الزمالك، ما في مدرب من ولاد الزمالك بيجي الا ولاد الزمالك بيحاربوه. خلي بقى مؤمن ده قال لك مين ده اللي جايبه ده؟ خلاص. وبعدين ليا سؤال، طارق يحيى او الكابتن حلمي طولان او حسن شحاته، خلاص، هو كابتن حسن شحاته ده مش من اعظم مدربي الزمالك ومصر كلها؟ اكيد دي حقيقه. لما كان بيدرب المقاولين وكان عندنا الزمالك والمقاولين عندنا ماتش كاس، قال لك اصل انا ابن الزمالك والنبي هنفوت الماتش دون خد منك كاس. مظبوط. حلمي طولان الاسبوع اللي فات وده حقه لما كسب الزمالك هم هجمتين بالظبط، كرة جول وكرة اللي صدها، والزمالك كابس طول الماتش. خلاص. قال لك لا اصل انا ابن الزمالك والنبي لحد الماتش. لا ده احتراف، هو ولاءه للنادي اللي اكل عيشه فيه، هو ده الولاء هو ده الولاء. انما قصه انت بتقول لي جهاز، انا النهارده لما يكون عندي نبيل محمود وعندي ايمن عبد العزيز، دول انا عايزهم جايين منين دول؟ الزمالك. حد يجاوبني، جايين منين؟ جايين الزمالك. وهو اللي اختارهم على فكره، هو اللي اختارهم. اما فيلم بتاع معتمد جمال، الفيلم الحمضان ده اللي عمله عبد الحليم علي قبل كده، مش هتقرب من بوابه النادي تاني يا عبد الحليم انت ومعتمد، لسبب بسيط جدا. الراجل اللي يجي يتفق ويقعد ويلتزم خلاص ما ينزليش على السطح يتمنظر. انت جيت ايه عبد الحليم لما قلنا مدير كوره جه قعد معايا خلاص واتفقنا وطلع من الباب راح منزل قال انا بعتذر، وبقى الواد سليمان يقول لك اللي يا عظيم يا كفايه مش عندي انا. الاخ اللي اسمه معتمد جه فاروق جعفر، انا بكلم فاروق جعفر اللي كلمه، وجه قعد عندي في البيت عشان عندي انفلونزا، فانا قاعد في البيت الفتره دي لغايه ما الشيطان يطلع. الشيطان يطلع من النادي والانفلونزا تطلع من جسمي خلاص. فجه يا اخ معتمد احنا عندنا الراجل المدير الفني بتاع منتخب الكاميرون وده كان طالب $100,000 في الشهر، ركز معايا يا احمد. معاك كمان. تمام. وفوزي بنزرتي $50,000 وكان ايهاب جلال. تمام. احنا بقى مش قصه ده بكام وده بكام. فالاخ معتمد قلت له يا ابني انت مدرب مع اي واحد في الثلاثه دول. موافق يا باشا، بشكرك يا باشا، انا قاعد في البيت يا باشا. خلاص. تمام. اللي فندي قال لك النهارده انا هاتوا لي مدير فني. اجيب مدير فني ليه؟ ده انت في المنتخب الاولمبي بتاعك ده ولا الشباب فشلت 100 فشل. تمام. وعامل لي بيان اصل انا اجي انت اللي تختار هتشتغل مع مين؟ انت عايز تيجي على وسام مش عايز مع السلامه. احنا مش هنقعد نهرج واخد بالك. وبعدين ايه بقى مين الفضائيات؟ طب موقف الكابتن فاروق موقف كابتن فاروق جعفر مع المستشار ماله فاروق؟ ان هو استقال فعلا من
هو كان فاروق ليه وظيفه عشان يستقيل منها. مش كان مستشار فني لنادي الزمالك؟ المجلس اللي فات. المجلس اللي فات فاروق جعفر استقال زي ما انت بتقول، لكن ما استقالش من صداقتنا. فاروق صاحبي وصديقي من زمان، واخد بالك. وهو ده كان مجلس الاداره اللي فات كان واخد قرار عشان يبقى مستشار الثاني. وبعدين اوعى تنسى ان المجلس اللي فات ما كانش فيه لعيبه كوره. المجلس ده فيه واحد بحجم اسماعيل يوسف قائد مجلس الاداره، واخد بالك. فانت لست في حاجه المستشار، مع احترامي طبعا فاروق صاحبي واخويا وبنتعشى سوا يمكن كل يوم، لكن في النهايه في اسماعيل يوسف مسؤول دلوقتي عن ملف الكوره، واخد بالك. فالقرار ده كان من المجلس اللي فات، واحنا ما خدناش قرار جديد بالفاروق طبعا، مع احترامي لفاروق وموهبه فاروق جعفر. انا بس السؤال، هو انا لو جبت مورينيو، في اسمه مورينيو برضه؟ مورينيو هو ده. لا جبت زيدان. زيدان ده جزائري اللي بيدرب ريال مدريد. خلاص تمام. العيال الصايع اللي على الفيسبوك يقول لك ايه يا عم ده جاب واحد اقرع، اي كلام، اي هبل. في حوالي 10,000 عيل بتوع الالتراس. يا راجل ده انا اتنازلت عن القضيه تاني بتاعه الدفاع بتاعه استاد الجيش، وبعت التماسات انا اللي بعتها للرئيس السيد رئيس الجمهوريه والسيد وزير الدفاع والسيد رئيس القضاء العسكري عماد بيه عبد العزيز والسيد النائب العسكري صلاح بيه، تمام، والقاضي اللي بيحكم. دفعت مليون وشويه عشان العيال تطلع، وطلعوا تاني يوم جابوا اقتحموا النادي وانت كسبان الاتحاد السكندري يا بيه هناك 2-0. هو في ايه اللي اتقدم اكتر من كده؟ فدول ما لهمش لازمه. انا ليه لازمه عندي الجمهور المحترم اللي بالملايين، اللي لما تركي قال الشيخ قال الزمالك الجمهور الاهلي 80 مليون، واخد بالك، قلت له مش لو نبي لو هتعمل لي استاد، لو هتعمل لي ايه؟ اتكلم عن الزمالك باحترام. الزمالك ده نادي كبير وجمهور ده قد الجمهور ده. وحتى انا في القعده معاه قلت له طب شوف السعوديه، شوف الكويت، شوف الامارات، 80% بيشجع الزمالك و20% الاهلي، واحنا مش جايين نعمل فتنه بين الناديين. حضرتك عايز تدعم الخطيب فوق دماغنا، تدعم الاهلي فوق دماغنا، بس ما تنهيش الزمالك. جمهور الزمالك، لان لما تقول لي 80 مليون زملكاوي في مصر يعني واحنا هتكون لنا 103 مليون وعندي 20 مليون طفل وعيل صغير، يعني جمهور الزمالك 3 مليون يا اخي كتير والله. فشوف زي ما الجمهور يا استاذ احمد او الغالبيه العظمى بقى من جمهور الزمالك المحترم اللي فوق دماغنا اللي احنا بنعمل عشانه فرحان جدا. صح فعلا. وبعدين هو ايهاب جلال ده انا عايز اعرف هو اسماعيلاوي ولا اهلاوي؟ ايهاب جلال ده يا جماعه مصراوي يا معالي المستشار. نعم مصراوي. ماله؟ مصري يعني من مصر. محترم، وانت عارف انه انسان محترم. ومؤدب وخلوق. لما بني ادم يقول لك النهارده لا انا رايح المعسكر دلوقتي وبتحمل مسؤوليه من دلوقتي، تقول له متشكرين الف شكر، انت بني ادم محترم. واحد تاني يقول لك لا انا ما اتحمليش مسؤوليه في الماتش ده، واخد بالك. وبعدين احنا طبعا كلامي كان واضح معاه، انسى الصفحه اللي فاتت. لو اي لاعب موقوف او عنده غرامات او انت عايز تشيل او تزود دي بقت مسؤوليتك الكامله، تمام. معاه نبيل محمود محترم قدم اعتذار النهارده هو وايمن طاهر. هو قال لا خلاص انا عايز نبيل محمود معايا. ايمن طاهر لانه مؤدب وابن النادي فعلا قدم اعتذار، قال لك عشان الحرج. ده شيء محترم، ده شيء يحترم. دول ولاد النادي يا اخي. ايمن طاهر، نبيل محمود، دول ولاد النادي بجد، تمام. محمد صلاح ده ابن النادي، في اي وقت يقول له تعالى بيجي. انما انا بصراحه تحيه واحترام لابناء النادي الاهلي. بصراحه النادي الاهلي يقع تلاقي كده ناس يقول لك ايه ده لا ده ضرب لا يا احمد يا شناوي دي ضرب جزاء لصالح الاهلي. وتلاقي مش عارف وصيف يونس فين يقول لك لا ده الاهلي، تمام. انت بقى تبقى متعادل يقول لك ايه القرف ده يا راجل بقى بلاش ايه في ايمن يا نونس. انت الواد تامر اللي قلدك ده واللي اسمه الواد الثاني اللي اسمه ابو العيله، الاشكال دي اللي عرفانه. هو في ايه؟ ما تحترموا نفسيكوا بقى. انتوا بتعملوا هو انت لولا الزمالك كنت رحت حللت مباريات كل واحد فيكم بياخد 150,000 جنيه في الشهر عشان انت بتنتمي للزمالك. وكامل طبعا كله هيتغير مع الشركه الراعيه. انت دلوقتي بتعمل معايا عقد، احنا اللي نختار المحلل واحنا اللي مش حضرتك تختار لنا ناس كاره نفسها. ابو العيله اللي صاعد كاره نفسه، واخد بالك، والفيلسوف وحتى تامر عبد الحميد. مين دول يا بيه؟ مين دول اصلا؟ وتقول لي اصل احنا اولاد النادي. ماشي يا بيه انت ابن النادي، خلاص تعالى دير. وبعدين اي مركب يا احمد يا خضري فيها اتنين بتحصل ايه؟ تغرق. بتغرق؟ ايوه. طب انا بقى لو مشيت بقى عندي 10,000 قائد، هات ده لا مشي ده لا مش بمزاجك. الواحد اللي فيه مكفيه. عايزين ندعم فريقنا، احنا دعمنا السله وطايره ويد، احنا لسه 17 ماتش يا استاذ احمد، واخد بالك، غير ماتش الاهلي. ندعي بقى الولاد وندعمهم واقفين وراكم وده مدرب كويس، ده اللي انا عايزه. انما
احنا النهارده لا ايهاب جلال، لا اصل مصطفى كمال، اصل علي حلوله، اصل يا جماعه يعني. طب ما انت راجل يا استاذ احمد شريف اهلاء زملكاوي حمى، ايه اللي يخليك جايب مع الكوسي عندك؟ هو اهلاوي حمى. هو الكوسي ده لما جه يعمل بلديات يا معلم قلت له لا يا كوسي اطلع بره مش هعمل لك قضيه، لا ده راجل صحفي محترم اتفضل. تمام. قلت له نبقى هو ده برنامج خاص بالزمالك ولا ايه يا استاذ؟ لا هو يقول لك مثل يعني. انا خلصت، اي حد عايز يسالني سؤال يا محمد او احمد تحت امرك.